يا هلا والله، ويلا حيهم. يلا ان شاء الله بنسوي بالخميرة الطبيعية مقاشيش او مصابيب. اذا بغيناها مصابيب خففناها، بغيناها مراهيف خففناها زيادة، بغيناها مقاشيش ثقلناها. بسم الله. اضفت موية، ملعقتين سكر، راح نضيف الخميرة اللي سويناها. طبعا اول ما صحيت اكلتها، غديتها، مو بغديتها، فطرتها. هاي حصة راني مفطرتها اول ما صحيت. ان شاء الله راح اجففها باذن الله. اول ما صحيت ايش سويت؟ فطرتها، اعطيتها فطورها. الان راح اشيل بالملعقه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ما راح نكثر. شوفوا كيف طافحه. هذا دليل ايش؟ يقولوا لك الخميره اذا طفحت دليل ايش؟ يلا يلا من تجاوب. دليل ايش؟ نجاح خميرتك 100%. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ملعقتين طعام. لا شوفوا ما شاء الله طفحت تجنن. الحمد لله ما خذلتني، لا عجينة ولا خميرة ولا شيء. كلش معكم بحذافيره، ما قصرت. شرحت لكم من الصفر. تجين تعيدي تقولين عيدي الطريقة، عيدي. ما عندي، هذه خميرة فورية مو بسويس رول. والله لو تواجرينا ما عدته. أنا حفظتها وبنزلها تيك توك يوتيوب. داري ان هذا يقولون ما له داعي تضيفين لون. لا تضيفين، ضيفي كركم عادي. انا ضفت لون، انا حبه كذا اصفر مع اصفر. نضيف الوان الطعام هذه اللي تضاف فوق الرز. نضيف الحليب، هذا هو براون. ايه اوكي شكرا. نضيف الحليب البودر. طبعا اضفت مويه عشوائي، ترى انا نزلت لكم طريقه قبل. نضيف الحليب يعطيها لذاذه. إن كثرت يصير كنا حليب محموس، يعطيها طعم. وقللتي عادي، كل الطرق تؤدي إلى روما، إلى مكة. عفوا، في بنات يقولون قولي كل الطرق تؤدي إلى مكة. نعم، كل الطرق تؤدي إلى مكة. طيب راح أضيف زيت الزيتون، بس شيء بسيط عشان ما تصير ناشفة معنا. تقدرين تضيفين زيت نباتي، أي حاجة تريحك ضيفيها. طبعا عندنا طحين بر حق القصيم معيه مملوح وجاهز. اروح للطاحون واقول له يطحن لي طحين القصيم معيه ويملحه عشان ما اقعد املح. ننزل طحين معيه، مو لازم ترى خلاط. شفتوا؟ مو لازم، تقدرين تخلطين بمضرب السل. ما عليكم، ذا الاصفر كله راح يخف مع الطحين، بيختفي. بس بالبداية تشوفونه اصفر مرة. اوريكم القوام المطلوب. طبعا بتركها تخمر 2 3 ساعات، بما انها خميرة طبيعية ما نشتغل فيها. لا اضفنا بيكنج بودر ولا اضفنا خميرة كيميائية، خميرة طبيعية. على قولة المصريين دود المش منه وفيه. من الطحين سويناها، ونخمر بها الطحين. نخففها لأنها راح تخمر وتثقل. أوكي، يعني هذا القوام أحسه تمام التمام، لأنها أصلا هي دايركت راح تخمر. يا هلا والله، ويلا حيهم. يلا إن شاء الله بنسوي بالخميرة الطبيعية مقاشيش أو مصابيب. إذا بغيناها مصابيب خففناها، بغيناها مراهيف خففناها زيادة، بغيناها مقاشيش ثقلناها. بسم الله. أضفت موية، ملعقتين سكر، راح نضيف الخميرة اللي سويناها. طبعا أول ما صحيت أكلتها، غديتها، مو بغديتها، فطرتها. هاي حصة راني مفطرتها أول ما صحيت. إن شاء الله راح أجففها بإذن الله. أول ما صحيت إيش سويت؟ فطرتها، أعطيتها فطورها. الآن راح أشيل بالملعقة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ما راح نكثر. شوفوا كيف طافحة. هذا دليل ايش؟ يقولوا لك الخميرة اذا طفحت دليل ايش؟ يلا يلا من تجاوب. دليل ايش؟ نجاح خميرتك 100%. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ملعقتين طعام. لا شوفوا ما شاء الله طفحت تجنن.
الحمد لله ما خذلتني، لا عجينة ولا خميرة ولا شيء، كلش معكم بحذافيره، ما قصرت، شرحت لكم من الصفر. تجين تعيدي تقولين عيدي الطريقة، عيدي ما عندي، هذه خميرة فورية مو بسويت رول، والله لو توجرينا معته. أنا حفظتها وبنزلها تيك توك يوتيوب. داري إن هذا يقولون ما له داعي تضيفين لون، لا تضيفين، ضيفي كركم عادي. أنا ضفت لون، نحبه كذا أصفر مع أصفر. نضيف ألوان الطعام هذه اللي تضاف فوق الرز. نضيف الحليب، هذا هو براون، إيه أوكي شكرا. نضيف الحليب البودر، طبعا أضفت موية عشوائي، ترى أنا نزلت لكم طريقة قبل. نضيف الحليب يعطيها لذاذة، إن كثرت يصير كنا حليب محموس يعطيها طعم، وقللت عادي، كل الطرق تؤدي إلى روما، إلى مكة عفوا. في بنات يقولون قولي كل الطرق تؤدي إلى مكة، نعم كل الطرق تؤدي إلى مكة. طيب راح أضيف زيت الزيتون، بس شيء بسيط عشان ما تصير ناشفة معنا. تقدرين تضيفين زيت نباتي، أي حاجة تريحك ضيفيها. طبعا عندنا طحين بر حق القصيم معية مملوح وجاهز. أروح للطاحون وأقول له يطحن لي طحين القصيم معية ويملحه عشان ما أقعد أملح. ننزل طحين معية، مو لازم ترى خلاط، شفتوا مو لازم، تقدرين تخلطين بمضرب السلك. ما عليكم، ده الأصفر كله راح يخف مع الطحين، بيختفي، بس بالبداية تشوفونه أصفر مرة. أوريكم القوام المطلوب. طبعا بتركها تخمر 2 3 ساعات، بما أنها خميرة طبيعية ما نشتغل فيها، لا أضفنا بيكنج بودر ولا أضفنا خميرة كيميائية، خميرة طبيعية. على قولة المصريين دود المش منه فيه، من الطحين سويناها، ونخمر بها الطحين، نخففها لأنها راح تخمر وتثقل. أوكي، يعني هذا القوام أحسه تمام التمام، لأنها أصلا هي دايركت راح تخمر. وما شاء الله الفقاعات، وحنا لسه توني حركتها. الآن راح أغطيها وأتركها إن شاء الله لين الساعة 4:30 أبدأ أصببها. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا حيهم بعد مرور 4 ساعات، 4 ولا 3، لا 3. بسم الله. طبعا كل ما جلست فترة أطول خمرت أكثر. شوفوا أنا مخففتها، لو حسيتها مرة خفيفة ثقلتها عادي، بس إني أنا بيها مصابيب ما بيها مخامير. لو إنها لي للبيت وكذا خليتها مخامير، لكن أنا بطلع باخذها معي فأبيها مصابيب أخف. شوفوا أرجع أعيد وأزيد، أنا دائما أشيل القاعدة اللي هنا وأحطها هنا عشان يكون ارتفاع للصاجة، ما تكون الصاجة تكتم الغاز. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وش مثل ما قلنا إيش، نبدأ أول شيء تصبيب بالأطراف. ورا سرير كبرتي، هذه أول وزنية. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلوا على محمد اللهم صل وسلم. الآن سخنت معنا الصاجة بشكل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، سخنت بشكل أفضل. لازم الصاجة تكون ساخنة. شوفوا الدفعة الثانية، تو الصاجة باردة ما تخرمت زي كذا. الآن ما شاء الله تبارك الرحمن. خلوني أقربكم. خميرة طبيعية وبدون بيكنج باودر. بدون إيش؟ بيكنج باودر. أكيد البيكنج باودر بيكون تخريم أكثر من كذا،
ولا بالفرق، والخميرة الكيميائية بيكون أكثر من كذا ثقوب مرة. لكن إحنا نبي حاجة ناكلها صحية، بعد ما تاكلينها ما يبدأ بطنك يقول يتخمر بالخميرة الكيميائية. لا، خميرة طبيعية ما تضر البطن. لو أكلتي لك قدر كامل يقولون لك الخبز مضر. الخبز مضر، ليش مضر؟ من الخمائر اللي فيه، مو من القمح نفسه، مو من القمح نفسه، من الخمائر والمحسنات والمواد الكيميائية الموجودة في الخبز. طبعا بعد اطلاعي ولا ما كان عندي خلفية، فحبيت أفيدكم فقط من باب الفائدة. شوفوا اللون تبارك الرحمن، لون واحد. لون ايش؟ لون واحد. اول شيء صبينا الاطراف بعدين الوسط، شلنا الوسط لانه هو اللي يسخن، بعد كذا نشيل الاطراف. ان شاء الله تبارك الرحمن. خلنا نوريكم، شوفوا جمالك جمال. شوفون الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما يحتاج غير الطعم، غير الطعم تبارك الرحمن. يلا نشيل اللي يحترقون ولا قاعدت نتغزل فيها. باكلها حلاتهم مع شاهي، بعد شاهي بدون سمنة ولا عسل. الله، خلاص يلا بصبب معكم هذه الفقرة ونخليكم. صلوا على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الخروم، شفتوهن؟ ترى إذا جلست بعد فترة أطول، مستعجل عليها إني بطلع بعد المغرب، كل ما جلست خمرت، كل ما ضبطت. أنا أمس بالليل الساعة 11 عجنتها، زيتها الساعة 7 الصبح. والله يا الخروم إنها ما شاء الله تبارك الرحمن أكثر من ذي، أكثر من ذي ولا بالفرق. وبعدين أنا مثقلتها لنا، مثقلتها للبيت. الآن أنا مخففتها. طبعا استخدم الأداة هذه ثنتين، واحدة أقلبها بعدين أشيلهن جميع حتة واحدة. يلا نشوفكم على خير بعد ما نخلص بإذن الله. الآن نجيب مصبيباتنا اللي ما شاء الله تبارك الرحمن كأنها جنيهات. تشوفون كأنها ايش؟ جنيهات. صبيبات صحية والله، إنها خفيفة خفيفة ما تتخيلون قد ما شاء الله تبارك الرحمن. جنيهات جنيهات، ها جنيهات ولا مو بجنيهات؟ من عنده اعتراض حط ذاني وذانها 4، من عندها اعتراض. جنيهات، شوفوا حتى حجمهن ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. طبعا حطيت عليهن سمنة، قفلت عليهن شويات علشان ما يصير الناشفات، يصير زبدة يذوبن بالفم ذوبان. اللي تقول يا كثر قرقص اطلعي برا، مو بلازم تتابعين. كلمة ذا خذوها سعة صدري، كثر قرقص، يا كثر قرقص، يا كثر قرقص.
يكثر قرقيت من جالس تابعين. خلاص مع جبس قرقي، لا تتابعين لا تتابعين لا تتابعين. احذفيني، الله غني عنك، احذفيني بسرعة الآن، سوي لي انفولو يعني، بس ميتن عليك. انت المستفيدة أول وتالي، ما بخسرتن شي. تحسبيني خسرتن شي؟ لا يا رب لك الحمد، لا خسرت شي ولا هم يحزنون. وسعت صدري معكم وقعدت نعطيكم حكم ونصائح وفوائد وطرق. مش انتي خسرة؟ ما عجبت لا تناظريني، احذفيني تكفين. عرفتي تدروني صكيت كم واحدة بلوك؟ اخذوها سعة صدر. يا كثر قرقيت يا كثر قرقيت، وبقرق هو حسابي ولا حسابك، بيتي ولا بيتك؟ هذا بيتي انا قاعدة نقرق فيه، ما جيت ببيتك اقرق به. لما عزمتيني وشفتيني اقرق ذاك اليوم طرديني، معذورة. والله يطلعون الواحد من طاره. هو قاعدة نعلمكم واعطيكم طرق وفوائد. بسم الله، صدق البني ادم ما يملي عينه شيء. ما ادري ايش جاب السالفة هذه ما يملي عينه شيء، بس انه ما تقدرين ترضين احد ابدا 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 ابدا. يلا خلوني ارصفها مع نفسي عشان ما تحلطم زيادة واجيب العيد. لما جبت العيد وهو توه باقي له 5 شهور، ما يصلح كذا. يلا وخروا عني وخروا، خلوني اكمل صفي. ان شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. خلاص صفيتهن، طبعا سقيتهن. انا قلت لكم من اول بالسمنه، بعدين صبيت عليه شوي سمنه. الان نضيف شويه شيره او عسل او دبس التمر او دبس الرمان او شوكليت او سكر باودر، كلن ورغبته، كلن وايش ورغبته. وغرق الغرقان اكثر. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلصنا ما شاء الله تبارك الرحمن. جنيهات جنيهات ما شاء الله. اللهم صل على محمد.